السلام عليكم البنات. ديما كتسمعوا القصه من فم الضحيه، وعمركم سمعتوا القصه من فم المجرم. ديما القصه من فم مظلوم، وعمركم سمعتوها من فم الظالم. قصه حقيقيه، اقسم بالله البنات الا قصه حقيقيه ديال اليوم. سمعوها وعرفوا حكايتها وخذوا منها العبره. راه الدنيا دواره، والله ينجيك من المشتاق الى ضاق. والطاغي شحال ما طغى وتجبر، كيجي واحد النهار وكيتقرض ليه الظهر. سمعوا البنات القصه ديال اليوم، قصه ديال ختنا عتيقه شاركتها معنا بقلبها المفتوح، ونقدر ناكد لكم انني انا شاهده وحاضر على احداث هذه القصه هذه. البنات انا سميتي عتيقه، تزاديت وترعرعت وكبرت في العروبيه. عندي اختي وحده صغر مني وخويا كبر مني. كنت مره كنهبط للمدينه عند عمتي ساكنه في المدينه، ولكن كانوا عندهم غير القياطن ولا النوايل ولا البرارك، كل واحد وشنو كيسميوهم. من بعد عطاوهم النوامر وبناو. عمتي الوحيده اللي ما بناتش بقات عندها هذيك البراكه حيت ما عندهاش باش تبني. عمتي هجاله وعندها 4 ديال الاولاد، وكانت هزه جدي ولالا الله يرحمهم في هذه الساعه. المهم البنات، فاش كنت كنمشي عند عمتي كان كيعجبني الحال، واخا عندها غير براكه. المهم ماشي فحال العروبيه فيها التكرفيس وفيها سريح النعاج وفيها السقيان ديال الماء. لا هما كان كلشي قريب ليهم، غير الجيران كيعطيوهم تيو ديال الماء وهما قادين الغرض. عمتي خدمت مع واحد النصارى في المدينه القديمه، وهذيك النصرانيه دبرات على ولدها الكبير في كونطرا ومشى للخارج، مشى لفرنسا. بقى ولدها تما 4 سنين مسكين ودار قصيده ومات. عمتي جمعات الوريقات وتبعاتو باش هكذا ترسلو تما يشغالو وتجيبو باش تدفنو في المغرب. عمتي منين مشات عرفات منين تدخل ومنين تخرج، وهذيك الساعه كان ساهل ماشي بحال دابا. طلعت لولادها الاخرين الوراق وداتهم ب4 بيهم لفرنسا، او بالاحرى ب3 بيهم، حيت الولد الكبير مات الله يرحمه كان سميتو زدي محمد. وهنا غندوزو واحد 10 سنين بالزربه باش نوصل لكم ملي كبرت انا ولقيت عمتي بنات تبارك الله 4 ديال البراطم، ولادها ب3، كل واحد خدات له بقعه ارضيه غير في ديك الحومه النيت، وبناوهم كلهم تبارك الله، كل واحد فيهم طلع 2-3 ديال البراطم. وهكذا عمتي ولات من اغنى الاغنياء ديال ديك الحومه. عمتي جوجت ولادها بجوج، بقى ولدها الصغير اللي قدو عز العرب. جات عند امي وقالت لها بغيت بنتك عتيقه لولدي. قالت لها امي خوديها لاله، واش هذه بنتي؟ راها بنتكم، راه كبره معاكم. كانت الفرحه ديالي يا البنات ما تصورش. واش انا غنمشي نسكن في المدينه؟ انا غنتزوج في المدينه وبمن بعرب لي في فرنسا. هاي كبرلك الشان يا عتيقه وغتولي بنت المدينه. عجبني الحال وفرحت وتزوجت بيه وجابني لدارو. منك يا دار؟ الفراش اللي ما عمري ما حلمت به ولا ديالي، الناموسيه اللي ما عمري ما حلمت بيها ولات ديالي، الثلاجه اللي ما عمري ما حلمت بيها ولات عندي في الدار، الكونجيلاتور، الحويجات اللي كنت كنهزهم نمشي نصبنهم في الواد ولات عندي ماكينه الصابون اوتوماتيك يا البنات، العجانه، وما كنتش كنعجن بالفشوش اللي فيا كنشري غير الخبز من الزنقه. راجلي ما كانش مخسر ليا، وعمتي حطاني فوق رموش عينيها، اللي بغيتها كتوصلني من فرنسا. راجلي بصح ما دانيش معاه، ولكن ما كان مخصصني من حتى شي حاجه. اللي بغيتها كنعيط غير بالتليفون وكيصيفطها ليا. وقبل لا نحلف امي كتوصلني الماندا، الجزار كيجيب ليا اللحم حتى للدار، زيت البلديه كتوصلني حتى للدار، الزرع كيوصلني حتى للدار. داكشي غير كنهزو ونسيبو. واش انا عندي اليدين باش نعجن؟ واش انا عندي الراس باش نكون مرا ديال الدار؟ وزاد راجلي هزني فوق رموش عينيه منين ولدت ليه. لاله فاطمه الزهراء تما زادت معزتي عنده، ولا كيحمق عليا وعلى بنته. وهنايا البنات بديت كنزيغ شويه بشويه، ما بقاتش قداني غير المدينه وهاد الرفاهيات اللي فيها. لا ولد الناس بغيت نمشي معاك لفرنسا. يا بنت الناس عندك يسحبك فرنسا هي المغرب؟ جلس يا بنت الناس على ما قديت اموري هنا ونرسي اموري ونجيبك انتي وبنيتي بلاتي عليك. ويسكتني بهاد الكلام هاد الشهر، والشهر الجاي عاوتاني نوض نزن عليه ويسكتني. كل شهر هكذاك. في الحومه
جات سكنات معنا واحد السيده كتار مني، رجليها خارجين الشواري كتر مني. ايوا طاح الحك وصاب غطاه، بدينا نترافقوا انا وياها. فلانه يلا نمشيو هاد الليله للبلاصه الفلانيه، فلانه زيدي نمشيو هاد النهار للبلاصه الفلانيه، فلانه هاد القهوه دايره لانيماسيون لا نتفرجوا، فلتانه حتى ولينا انا وياها نمشيو للبار ونسكروا. هي هالبنات بنت العروبيه زادت فيه. وهذيك السيده حتى هي براجلها وعندها معاه 2 ولاد. وكيفاش كدير كتخرج كتسكر معايا حيت راجلها كان كيخدم، وبعد المره كان كيسافر بالشهر بالشهرين. هذيك الساعه كتلقى غرضها. ناس د الحومه كيشوفوا ساكتين حيت ناس د الحومه قدامين خلاقوا كبروا تربوا تما ولاو بحال شي عائله. ايوا بعضياتهم كيهضروا ولكن ما يقدوا يقولوا والو لرجالنا. راجلي ملي كيجي مسكين الهضره فيه وهو ما عايق بوالو. حتى لواحد النهار هنا خبرنا غادي تزيد تشيع والهضره غتزيد تكثر علينا. واحد النهار خرجنا انا وياها كيف العاده. مهم بنتي كنت ديما دايها لامي العروبيه كنسمح فيها تما، اولا بعد المره كانت كتجي اختي تجلس معايا ب3 شهور ب4 شهور حتى بالعام، وكنخلي معاها بنتي وكنخوي. مهم واحد النهار بنتي كانت عند امي في العروبيه، وانا وهذيك السيده خرجنا كما العاده نقصروا حيت راجلها كان مسافر، ولكن راجلها جا على غفله زعما بغا يدير لها مفاجاه. جا ما لقاهاش ولقى ولدو ناعس بوحدو، والطامه الكبرى كانت كتعطي لولدو السيرو باش كينعس. كضرب 10 د الليل كتشربوا السيرو، كنخويو انا وياها 3 4 ديال الصباح كنكونوا جينا كتلقى الدري مازال ناعس. هذاك النهار كان جا راجلها مع شي 12 د الليل وما لقاهاش. كيصوني عليها في التليفون ديالها طفا. السيد ما عرف ما يدير. كان واحد الطبيب قريب لينا قال لي كما المراه مريضه، شد طوموبيلته ومشى لهداك الطبيب. قلب في لي زيرجونس ما لقاهاش تما، عرف بان مرته راها في شي بلاصه اخرى من غير الطبيب. رجع وبقى جالس كيتسناها، كما العاده 4 ديال الصباح دخلت للدار. تخلعات ملي شافت راجلها وهي ديك الساعه كانت شاربه. شدها راجلها بقى كيضرب فيها تيقولها فين كنتي ومع من كنتي. عيات ما تحلف وتدعي اما كنت في شي بلاصه. تيقولها واش انتي خانزه بريحه الشراب، فين كنتي ومع من كنتي. وهي تقول له كنت مع فلانه في البار. راجلها ما لقى قدامه غير واحد القرعه ديال الزاج، هرسها وحشاها ليها في وجهها. قال لها دابا ها الوجه باش تمشي للبار وانتي طالقه طالقه طالقه. طلق مرته بالثلاث، هز ولدو وخوا الدار حيت الدار كانت غير د الكرا. خلاها تما كتبخبخ في دماياتها. هي بغات. المهم البنات في هذاك الليل جات عندي كتعيط بالعاده وكتغوت. شوفي راجلي شنو دار ليا، شوفي راجلي خسرني في وجهي. بقيت كنرغبها ونزوق فيها، كنقول لها لا علا ما سكتي، نمشي انا على حسابي ندير لك تجميل وجهك وندير لك اللي بغيتي، غير سكتي. الا مشات حتى شعت هاد الخبر ودعيتي راجلك راني انا وياك غادي نمشيو فيها. داكشي ما كان سكتها وديتها لهداك السبيطار نيت اللي مشى ليه راجلها الاول. ديتها تما لي زيرجونس، غرزوا ليها وجهها ورديتها للدار. وجه السيده كله مشى. كل نهار كتجي عندي يلا هديني ديري لي التجميل، شوفي وجهي كيفاش رجع. وانا كنقول لها اليوم غدا اليوم غدا غير باش ننسيها. واش انا عندي الملاين ما نحط عليها؟ خليتها هكاك حتى بداو يطيحوا لها دوك الغراز من وجهها. صافي ومن بعد قلت ليها شوفي يا بنت الناس كل غازي يتقصد بلادو، عطاني اتساع بيناتك انتي وراجلك. صافي بحالي بردت عندي القضيه. جات السيده وخرجها مول الدار من الدار، بقات كتغوت في الدرب وكتقول لي الله يخطفك الحق انت هي سبابي في وجهي. مهم قلت غير تغوت في الحومه راه ما غايقولوهاش لراجلي. مهم راجلي ما يسقش الخبر. خوات الحومه ومشات من تما. هزت دقتها وما عرفتها دابا فين راها. وانا قصتي مازال طويله معاكم. ولا البنات الهضره بزاف وسكت حسن. نختصروها. ملي واحد النهار عرفت واحد ولد الحومه برهوش ولد الحرام، درت معاه علاقه. دخل عندي لبيتي وصورني وخرج للقهوه كيوري ولاد الحومه وكيف تاخر وكيف شر. شوفوا شنو درت مع عتيقه. عتيقه مرت فلان شوفوا شنو درت معاها. والطامه الكبرى هذيك القهوه ديال راجلي
دير فيها الخدامه كيسيرهم لهي من فرنسا. صافي البنات بقات هكاك، وداك الفيديو كيشيع من واحد لواحد من واحد لواحد حتى وصل لراجلي لفرنسا. جا راجلي ما قدش يدخل القهوه ديالو، جا عندي نيشان قال لي عتيقه وجدت لك الوراق غتمشي معايا لفرنسا. كيفاش وجدت لك الوراق؟ الفرحه اللي فرحت عمري ما فرحتها في حياتي. جمعت حويجاتي وبديت نخرج في الحومه كتبومبا عليهم. هادي عتيقه اللي كتهضروا فيها هي غادا لفرنسا، هادي عتيقه اللي كتشوهوها كتنعتوا فيها هي غادا لفرنسا، وشوفوا دابا فمن تهضروا. صافي البنات وجمعت حويجاتي ومشيت لفرنسا انا وراجلي وبنتي. وصلنا تما وجلسنا سيمانه بالضبط. واحد النهار جا راجلي عندي قال لي شوفي المراه، انا راني واحد الورقه ضروري خصك تسني لي عليها، سينو راه ما عمرك ما تولي تدخلي للمغرب، وإلا تقبضتي هنايا في فرنسا راهم غادي يرحلوك. علاش هذا الراجل ياك عندي وريقاتي؟ لا 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 لا، راه داكشي ماشي هو هذاك. انا غلطت في واحد الورقه وجبتك غير اقامه ديال شهر، راكي الا كملتي شهر راه اما غادي يديوك يرحلوك للمغرب، واما ما عمرك ما تولي تهبطي، غتولي بحال غير لاجئه هنا. قلت دابا شنو هو الحل؟ قال لي غنوليو نشدو الطياره، ما حط الطياره دابا فيها بروموسيون، والبنت خليها هنا مع امي بلا ما نديوها معانا. داكشي ما كان يا البنات. قلت انا نرجع عاوتاني نفشر على الناس الحومه ونبان عليهم. هزيت راسي انا وياه وجينا، خليت ذهبي حوايجي كل شيء تما، ما جبت معايا باش نقي سناني. هبطت انا وياه المغرب، دخلنا للحومه. دخلت للحومه وانا فرحانه، وليت لقاتني السلامه عتيقه، مالك رجعتي ياك عاد مشيتي؟ لا لا رجعتي نقاد شي ورق، دابا 3 ايام ان شاء الله غنرجع في حالتي عند بنتي. ها انت راني جيت طويله، حوايجي غير اللي على كتافي، خليت حويجاتي وذهبي وبنتي، راه جيت نقدي اموري وشي ورق باش نرجع يا اختي في مره. ايوا هكذا كان. دخلنا انا وراجلي للباب، حلينا الباب ديال الزنقه، دخلت كنضرب الساروت في البرطمه، الساروت ما بغاش يفتح لي الباب. درت قلت ليه عرب اجي شوف هاد الباب مالها ما بغاش تفتح. هو يقدر وقال لي كلمه ما عمرها ما تنسى ليا. قال لي هذيك الباب نهار اللي غتحل بنت الناس اللي تستاهلها، وتحل وحده معقوله وشريفه وبكرامتها، وهي اللي تستاهل ديك الدار وتستاهلني نكون راجلها. قلت واش كتقول؟ قال لي كما كتسمعي. وانا على وجه الدم صيفط بنت خالي جاتني حشومه. صيفط بنت خالي. شنو درت لك؟ شنو درتي لي؟ ها الفيديو ديالك. شفت الفيديو ديالي اللي صورني البرهوش نزلت عليا السخانه. شفت الفيديو ديالي وشفت راسي مشوهه. قال لي لا عتيقه هاد الفيديو راه عند الحومه كلها، كلشي تفرج فيك وشافك. شي البرهوش اللي دخلتي ها هو ضرب بك الطر، ماشي مشكل، على وجه الدم الله يسامح. يلا داركم. قلت له كيفاش دارنا؟ داري هادي وفرشها بشهوتي وذهبي وبنتي. قال لي ما كتسالي حتى حاجه، ما كتساليش عضه في خبزه، وإلا حليتي فمك ها الخيانه ديالك متبوته نصيفطك فين ترباي. حنيت راسي وخرجت من الحومه مدمومه. خرج هو كيعرعر في الحومه وكيغوت، كيقول لهم هادي ما بقاتش مراتي، ساليت انا وياها، هادي موسخه شوهتني ولكن شوهت غير راسها. بنتي ديتها معايا لفرنسا، وهاد السيده ما عندي ما ندير بيها. مشيت عند امي العروبيه وعاودت ليها امي ديك الساعه هزوها طاح ليها السكر مسكينه. بقيت كنشوف ديك الحاله نهار الاول نهار الثاني، ما عجبنيش الحال تما. كلشي في العروبيه كيشوف فيا شوفه ناقصه، والخبر داعت وشاعت في الدوار، وانا ماني ديال ديك الحاله. ولفت على الفشوش والخنات ديال المدينه. الفلوس اللي كان كيصيفط ليا راجلي كل شهر كلهم كنت كنشريهم حوايج وذهب، ما خليت حتى ريال تحت مني ولا درت في البنكه اللي تزيني على دوير الزمان. تبهدلت ودليت، خويت الدوار ومشيت كريت مع البنات، خدمت في واحد القهوه. ايوا هذه هي قصتي يا البنات،
واللي مرضى بخبزه غيرضى بنصها، وانا ما لقيت لا خبزه ولا نصها ولا حتى ربعها. راجلي كان معايا الله يعمرها دار. الحاصل سيادي، هذه هي قصة عتيقة. عتيقة اللي ما كان كيقدها قد ولا يحدها حد. عتيقة اللي كانت واخدة من التكبر والتسلط والتجبر والخيانة خيصال ليها. عتيقة اللي ما كانتش كتراعي الخير. عتيقة اللي ما راعتش وكبرت بنتها وراعت على وجه بنتها وتهلات في بيتها وفي راجلها حتى لو كان ربي دار ليها الخير. عتيقة ما صبرتش على حنتها تخرج. راجلها كان كيوجد ليها الوريقات ديالها باش يديها معاه. ايوا شنو دار؟ طلع ذكي وطلع ما شاء الله عليه راجل ونص، داها حتى لتما وراها اوروبا وفرحها بها ولا ردها. وزيادة على هادشي كله دالها بنتها وذهبها وكل ما كتكسب. عتيقة خرجت من المولد بلا حمص. نتمنى البنات تستافدوا من العبرة ديال اليوم ومن القصة ديال اليوم اللي هي قصة حقيقية تقدروا تكونوا سمعتوا منها بزاف. هذاك الشيء علاش تقدروا الناس يجيهم شي حاجة عادية، يقدروا ناس اخرين تاثر فيهم. فكنتمنى لكم ان شاء الله مزيد من الصحه والعافيه. الله يحفظكم وينجيكم ويبعد شر الخلق عليكم دائما. هذه خاتمه الفيديوهات ديالي. بسلام عليكم.